شنو يعني الفيلسوف الملك؟ وليش أفلاطون قال إن المدينة المثالية ما تصير عادلة إلا إذا حكمها فيلسوف؟ تعال نحكيها ببساطة. أفلاطون يشوف إنه أغلب الناس يحكمهم الطموح، المال أو القوة، بس مو الحكمة. والحكمة بالنسبة إله هي أعلى شيء يمكن يوصل إليه الإنسان. فالمجتمع من وجهة نظره يشبه جسم الإنسان. الرأس هو العقل وهؤلاء الفلاسفة. الصدر يمثل الشجاعة وهؤلاء الحراس والجنود. والبطن يمثل الرغبة وهؤلاء عامة الناس والتجار. يعني باختصار كل طبقة لازم تشتغل بدورها حتى يصير توازن وعدالة. بس مين اللي يقود؟ أكيد العقل، لأنه الجسم إذا قادته الرغبة رح يضيع، ونفس الشيء المجتمع إذا قادوا الجشع أو الغضب رح يصير فوضى. ولهذا أفلاطون قال ما رح تشوف الدنيا عدل إلا يوم يصير الفلاسفة ملوك أو الملوك يصيرون فلاسفة. بس مو أي فيلسوف، لازم يكون شخص زاهد ما يغري المال وما يدور شهرة. هدفه الحقيقة مو المصلحة. أفلاطون كان يحلم بمدينة يقودها ناس تعرف الخير، مثل ما يشوف الإنسان النور بعد ما يطلع من الكهف. يمكن الحلم مثالي، بس يبقى سؤال: من اليوم عنده الحكمة الكافية حتى يقود العالم بالعدل؟ فكر بيها شوي. وإذا عجبتك هاي السلسلة لا تنسى تشترك وتتابع الجزء الخامس. رح نحكي عن أسطورة الكهف، من أقوى الرموز الفلسفية بالتاريخ.